السلام عليكم، يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وقادرين تواجهوا الحياه. انا عملت الفلوج ده بس عشان اطمنكم عليا واعرفكم ان انا الحمد لله تحسنت وبقيت بخير. وياخدكم في يوم سريع كده. اول حاجه صحيت صليت الفجر وقعدت شويه، كان ورايا حاجات في بروجكت تخرج وبروجكت فريلانس وذاكرت شويه، وبعدين جهزت نفسي. بس بصوا الاول الفيو بتاع السكن بتاعي، انا مختاره المنطقه الزراعيه دي عشان انا بحب الزرع قوي اكتر من المدن، وقررت ان انا اكتب صحيفة الحمد بتاعتي مرتين، 3 بوينت الصبح و3 برضو بالليل، علشان تديني طاقة كده واحس ان انا ممتنة للحاجات اللي موجودة في حياتي. اكيد في حياتنا في حاجات حلوة حتى لو احنا مش شايفينها، فده بيخليك متفائل اكتر. صحيفة الحمد دي ان انت تكتب كل يوم 3 حاجات حلوة، وده بقى تكنيك خطير جدا للمكوى عشان ما نحرقش الهدوم بتاعتنا. بسخن المكوى وبعد كده اشيل الفيشة وبعد كده ابتدي بقى ان انا اكوي عادي. وبعدين بدأت ان انا اقرأ الورد اليومي بتاعي وفكرتكم بيه على الانستجرام، وبقيت بقى في شخصية سبونج بوب بتاعت انا مستعد انا مستعد. الفترات دي بما انها مرحلة جديدة في حياتي ان انا هتخرج ان شاء الله، اولا بتضايق جدا من الناس اللي تيجي تقولي ده انت خلاص خلصت حياه الدلع والحق اللي جاي كله وحش او يعني. والناس برضو اللي بتقول والله ما ده فتره ثانوي مثلا هتبقى وحشه وفتره كليه اللي هتبقى حلوه. استمتعوا يا جماعه بالرحله، حاول ان انت تستمتع بكل فتره، كل فتره وليها حلاوتها وليها برضو الحاجات الوحشه اللي فيه. فخليك مستمتع واعرف ان احنا الحياه كلها مراحل، فحاول تستمتع بالمرحله اللي انت فيها وفي نفس الوقت تكون مستعد ان انت تروح مرحله جديده. وما تنساش تحاول تساعد غيرك في كل مرحله انت بتتخطاها علشان ربنا يساعدك ويهيئك للمرحله اللي بعدها. وهنا بقى كنت خلاص وصلت، وبخاف قوي اوصل بعد ميعادي فبحب انزل بدري. والصراحه انا من الناس اللي ما كنتش بحب القهوه، لكن بدات ان انا اشربها اول ما بدات ان انا اعمل دايت. بس طبعا هي هنا ما كانتش بسكر دايت. وبعد كده صليت الظهر لما اذن. وبعدين بيبقى بقى في فتره بريك كده، وبعدين اللي جربت ان انا العب، وكانت اول مره اجرب ان انا العب يعني، فكنت مبسوطه الى حد ما ان انا مش من الناس اللي بتلعب قوي يعني. عايزه اوريكم شانل باشمهندس احمد اللي شغال معايا فلاتر ديفلوبر. هو ما شاء الله عليه شاطر جدا وشارح يعني حاجات كتير زي اوبجكت اورينتد وفلاتر وسي بلس بلس، فما شاء الله الشانل حلو قوي. حتى انا مشتركه فيها ومشغله زر النوتيفيكيشن، فيا ريت كلنا نروح نعمله سبسكرايب. هسيب لكم لينك الشانل بتاعته في الديسكريبشن. بعد كده خلصت الساعه 5:05 كده. بحب اتمشى بعد الشغل يعني علشان احس ان انا مبسوطه، او احس ان انا عملت حاجه في يومي عجباني يعني حلو. وبحس انها من اهم الحاجات ان انت لازم تعمل حاجه في يومك تبسطك. ومروحه تعبانه بقى، اساس هيبقى في نت في السكن، ما لقيتش في نت فاضطريت ان انا انزل تاني. انا متمرمطه قوي، بس ايه، لازم انزل احمل شويه حاجات. مرضتش احملها من نت الشركه عشان ما يبقاش حرام عليا، فنزلت احملها بقى. ايه، هروح الاول اشوف اصلا في سبيسز هلاقيها فاتحه ولا لا، فربنا ييسر. ليلنا نهار، نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الامل، وتهدينا الحياة أطواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى لمن عشنا. روميو صديقي علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا ننسى الآلاء. روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يدعونا كي ننسى لمن عشنا. أنا تقريبا بقول غلط، بس الأغنية دي بجد بتديني باور كده وبتحسسني بطاقة. حتى لو أنا كنت مخنوقة أو خلاص هموت وأنام، لا، بحس إن أنا عايزة أبقى روميو صديقهم اللي هو يعرف كيف يجابه الأيام. بس حاسة شكلي بقى مرهق قوي، بس ولا يهمني ولا يهزني. لا، دي كليتي اللي أنا هتخرج منها كمان شهر إن شاء الله. ادعوا لي بقى كلكم ان انا اتخرج على خير، وان انا الفترات دي تعدي ان شاء الله على خير، وما تبقاش فتره ضغط قوي قوي يعني زي ما انا حاسه دلوقتي وبس. وتمنوا لي الخير زي ما انا بتمنى لكم الخير. ساكنه هنا السنين اللي فاتت، بس نقلت بقى، بقيت في الحته اللي فيها زراعه، لاني مش بحب المدينه يعني، مش بحب المدن، زهقت مدن بقى، عايزه اعيش في حته يكون فيها زراعه. عشان كده سكنت في الحته اللي فيها زراعه وتكون في نفس الوقت جنب الكليه برضه. بس دلوقتي بدور على سبيس تكون فاتحه علشان اقعد فيها شويه يعني، وبعد كده انقل بس شويه حاجات، وبعد كده اروح بقى عشان انام ان شاء الله يعني. انا كنت رايحه اذاكر، بس كنت عايزه احمل شويه حاجات عشان لما اصحى مثلا الاقي في حاجات يعني ان انا اعملها عادي ومعايا الداتا بتاعتي. بس فخلصت وبدات ان انا اروح، ما قعدتش كتير يعني شويه عموما. بروجكتات الكليه، لان انا يعني ناسيه ان انا لسه طالبه،
وبتعامل على اني خريجه وبذاكر كتير قوي الحمد لله المجال بتاعي يعني. بس مش بذاكر للكليه الفترات دي، وده خطر لان احنا داخلين على فاينل وبعد الفاينل وقصدي وعملي وحوارات كده، فربنا ييسر. ادعوا لي ما تنسوش عشان اتخرج ان شاء الله على خير وبس. عارفين اللي هو الفيديو بتاع على الدغري، انا تعبان اكتر منك. انا الشخصيتين دول، انا تعبان وتعبانه اكتر من ما انا اتخيل. عايزه انام قوي. منك لله انتي من المجال بس بحبكم. اعمل ايه؟ عارفين لما تبقوا في علاقه توكسيك؟ انا فيها. يا خبر، في 4 كلاب مش عارفه مين هيعديني منهم الصراحه. ان شاء الله هنتخطى الكلاب دي. استنى اوريكم. ربنا يستر بقى وما يطلعوش تاني عليا. في واحد هناك اهو، ده اللي لسه، دول تخطيناهم ولسه اللي هناك. ان شاء الله الدنيا تظبط عشان برستيجنا بس يا رب. عارفين منظر الزرع ده بيحسسني ان انا المفروض اجيب شويه غنم وارعاهم وبس كده، وافضل بص على الزرع. عملت الاكل مكرونه عادي وفراخ. المكونات بوريها لكم: مكرونه وصلصه ومرقه دجاجه عشان تعملوا المكرونه الخطيره اللي انا بعملها، وغسلت هدومي وصليت. اوعوا تكسلوا عن الصلاه حتى لو انتوا جايين تعبانين، وخلي بالكم على نفسكم. شكرا للمشاهده.